قصة واقعية حصلت في مصر وبالتحديد في مدينة طنطا، واتسمت أحداث القصة ديت بالغموض لأن فيها حاجات ميصدقهاش أي عقل بشري، زي ما تقول كده حاجات مرتبطة بعالم الروحانيات أو ربما بعالم الجن والشياطين. واتقسم الناس على حقيقتها لقسمين، قسم مؤيد للبنت المسكينة اللي هي بطلة القصة معانا، وقسم تاني معارض ليها وما صدقهاش من الأساس. وطبعا في نهاية القصة هسيب لكم انتوا رأيكم في التعليقات. معانا ومعاكم قصة رعب جديدة بعنوان المشرحة. لكن في البداية لو انت من محبين قصص الرعب والغموض ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك بالقناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. ويلا بينا نبدأ الحلقة. القصة بتبدأ ان كان في طالبة بكلية الطب نجحت في كل المواد الا مادة واحدة بس، واللي بسببها كانت بتعيد في الكلية سنة ورا سنة، وكانت المادة الدراسية ديت بالتحديد كابوس مرعب بتتمنى ان هي تنام وتصحى ومتلاقيهوش تاني قدامها، واللي هي طبعا مادة التشريح. وفي يوم من الايام اقترحت عليها صاحبتها انها تشتري جثة وتدرس عليها عمليا، وبكده تقدر ان هي تنجح المادة دي لان المادة ديت سببت لها متاعب كتير. وكان من ضمن الطلاب اللي بتدرس في كلية الطب معاها في منهم على علاقة براجل امن شغال في المشرحة، وصاحبتها كانت من ضمن الطلاب دول، وخدتها من ايديها وراحوا هما الاتنين لراجل الامن اللي شغال في المشرحة ده، وكان هو عارف وعنده علاقات كتير بنباشين كبور. وبالفعل اتفقت مع البنت انها تشتري الجثة وحددوا مع بعض الثمن. لكن طبعا البنت كان عندها مشكلة لان اسرتها مش هتقبل فكرة نهائي ان يكون عندها جثة في البيت، وعرضت على راجل الامن المشكلة بتاعتها وقدم لها الحل في لمح البصر، وقال لها ان هي تيجي المشرحة وتعمل الحاجة اللي هي عايزاها وكمان تكمل دراستها، وحدد لها موعد في الساعة 9. وبالفعل اتفقوا على المبلغ والبنت سابت المكان ومشت. وفي الميعاد المحدد البنت كانت واقفه قدام المشرحه، وراجل الامن كمان كان مظبط لها مكانها وحاطط لها الجثه على الترابيزه، وقال لها انها تشتغل بهدوء عشان امورهم ديت ما تتكشفش. وبذلت الطالبه ديت جهد كبير جدا عشان تكمل دراستها وتخلص اللي ناويه عليه قبل الموعد النهائي. لكن لما رفعت عينيها وبصت على الساعه اللي في ايدها لقت ان الوقت سرقها، وبدأت إنها تلم المعدات بتاعتها والحاجات اللي جايباها معاها وإنها تمشي من المكان ده بسرعة. لكن أثناء خروجها شافت واحدة شعرها أحمر طويل ولون عيونها كان أسود، وكمان ماسكة شمعة في إيدها ولابسة ملابس دكتور ومكتوب عليها دكتورة منى القاضي. وتعجبت البنت من اللي شافته ده وسألت نفسها سؤال، وهي ليه ماسكة شمعة بإيديها الشمال على الرغم من شدة الإضاءة اللي موجودة في المشرحة؟ وبعد كده جت الدكتورة العجيبة ديت ناحيتها وقالت لها انت مين واتجرأت ازاي انك تدخلي هنا ومين سمح لك بكده من الاساس؟ والبنت خافت وضربات قلبها بقت سريعة وبدأت انها تتوسل للدكتورة العجيبة ديت انها تسيبها تمشي وانها متأذيهاش. وهنا بدأت البنت انها تحكي للدكتورة العجيبة ديت قصتها ومعاناتها مع مادة التشريح، وبسببها بقت بتقعد في الكلية وتعيد سنة ورا سنة، وكل اللي هي عايزاه انها تنجح المادة ديت وانها تتخرج من كلية الطب. والمفاجأة ان الدكتورة العجيبة ديت سابتها تمشي، وده كان عكس كل التوقعات بتاعت البنت. والمفاجأة الأكبر إنها عرضت عليها المساعدة في المادة دي، وفرحت البنت جدا. لكن الدكتورة العجيبة ديت حطت شرط واحد عشان تساعدها، لكن لو ما التزمتش بيه هتأذيها، والشرط كان إنها تحافظ على السر ده ما بينهم وإنها ما تذكرش اسمها قدام أي حد مهما كان. وتم الاتفاق بينهم على كده، ومرت الأيام والشهور وموعد الاختبار النهائي بتاع مادة التشريح كان بيقرب، والبنت كانت بتستوعب كل حاجة من الدكتورة الغريبة ديت، وكمان سهلت عليها الموضوع وخلتها كمان إنها تعمل كل حاجة بإيديها. وجه موعد الاختبار النهائي لمادة التشريح، والبنت نجحت بتقدير عالي جدا لدرجة ان الاساتذة بتوعها في الجامعة اندهشوا واستغربوا من التقدير العالي، وكانوا عايزين يعرفوا السر وراء نجاحها الكبير ده من المادة اللي كانت سبب في معاناتها طوال سنين كتير. وتحت إلحاح وإصرار وضغوطات كبيرة جدا منهم كانت النتيجة انها افشت السر ده. والكل استغرب لما سمع اسم الدكتورة اللي قالتها البنت دي، لان الدكتورة ديت اتوفت في مكتبها بالجامعة من 10 سنين. ودفعت البنت ديت الثمن غالي جدا من الدكتورة الغريبة ديت، لانها راحت بعد كده للمشرحة عشان تتأكد ان اللي كانت بتشوفه ده حقيقة مش اوهام. واول لما وصلت للمشرحة شافت الوش التاني والمرعب للدكتورة ديت وصرخت البنت، وكانت ناحيتها مستشفى الامراض العقلية عشان كشفت السر. يا ترى ايه رأيك انت في القصة دي؟ وشايف ان هي حقيقية ولا من وحي الخيال؟ انا عايز اعرف رأيك في التعليقات. ومتنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول. سلام.